هذا ما يقوله التاريخ حين يلتقي الفريقين. مباريات الهلال مع هجر، لا، الهجر ليس صيدا سهلا للهلال اطلاقا. 3 مباريات جمعت تام عن ادائه في الشوط الاول من المباراه. وهذه كره ملعوبه الان الى يوسف العربي. العربي هو الذي كان عليه بعض التحفظات من قبل الهلاليين الموجودين. البديل في شوط المباراه الثاني اعطى كره لإيمانة، مرر الكره لاحمد الفريدي بلمسه سريعه على طول الى الجهه اليمنى بعرضيه واصله داخل المنطقه، والعربي اخيرا يسجل، اخيرا يعادل. نامي وكره عرضيه ملعوبه ساقطه الى يوسف العربي بحثا عن العربي، لكن يوسف لم يصل الى الكره، وصلت الى خارج ارضيه الملعب. طريقه التفكير بكره القدم بالتكنيك. الفريدي بلمسه ممتازه الى محمد الشلهوب وصل الى منطقه الجزاء ثم لعب كره عرضيه. العربي تدخل مع الكره الماضيه رغم انه الافضليه، يعني يحتبس النجوميه له ويحجز النجوميه لصالحه. وهذه كره من إيمانة خطيره مقطوعه، ربما جمهوره بصعوبه. غوينم ترجع مره ثانيه الهلال على الجهه اليمين. الشلهوب في تسديده وصلت الى خارج ارض اللاعب النيجيري صاحب ال 24 سنه الذي لعب في ناديين صربيين قبل انتقاله وقبل وصوله الى هجر. هذه عرضيه ملعوبه الى خارج. العربي انطلاقه، يوسف العربي يحصل على كره لكن خسرها، عاد حصل على الكره يوسف العربي، يدور على زميل، يمرر كره ممتازه الى محمد الشلهوب، والشلهوب لاحمد الفريدي الى يوسف العربي. الله، جول! يوسف الى محمد الشلهوب يلعب كره الى منطقه الجزاء الى إيمانة، ثم كره إيمانة لخارج ارض الملعب، صار الى محمد الشلهوب بعد ذلك يلعب كره ساقطه ممتازه، والتدخل من دفاع هجر الى خارج ارض الملعب، يقطع الكره الماضيه، المحاوله للتسديد. يا ولد الله، جهاد زويد موهبه كبيره. الهلال يقترب من اول 3 نقاط، والعربي يبغى يثلثها، يبغى ثلاثه. يوسف العربي يبغى هاتريك. يوسف العربي مع الكره، هذا المكان ما يسمح بالهاتريك، تسبب في مخالفه ضربه حره مباشره. وبهذه الصوره ومع الكره القادمه الان اعتقد ان الاحمري في طريقه الى صافره النهايه، معلنا عن نهايه هذه المواجهه، وفعلا وجه الى النهايه. اذا مشاهدينا الكرام ايها الاحبه، جاءت النهايه سعيده بالنسبه للهلاليين.